in Morocco. Morocco. Pero Marruecos, Morocco. Morocco. And I've been to Morocco. You know, Morocco. Morocco. Go down and move to Morocco. In Morocco. Morocco. بات على حدودنا والتعاون العسكري في مجالات خطيرة: الحرب الإلكترونية، الاستعلامات والاستخبارات، والدفاع الجوي. واش يعني ماذا تريدون أكثر من هذا؟ من مخاطر لا نتكلم عنها هنا في الجزائر. وأذكركم أن عشية زيارة وعقد اتفاقيات عسكرية ما بين المغرب وجيش الاحتلال كان هنالك مجلس أعلى للأمن عقد هنا في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي الأوفياء، متابعي قناة موروكان إمباير أينما كنتم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. اليوم أخواني جبنا لكم الإعلام الجزائري، وهو جد متخوف من التنسيق الإعلامي والعسكري والاستراتيجي بين المغرب وإسرائيل في مجموعة من النواحي. وقال هذا الإعلامي الجزائري بأن المغرب يقوم بخطوات خطيرة جدا على الحدود الجزائرية، وهو يقصد بذلك طائرات الدرون المسيرة الإسرائيلية التي جعلت النظام الجزائري يدخل في حالة من الرعب. إخواني بلا ما نطول عليكم، فيديو يستحق المشاهدة، خليكم مع الفيديو ونتلاقوا بعد نهايته. وعلاش ربطنا بصناعة السيارات مع الطاقة؟ لأنه الأوروبيون الإيطاليون بالأحرى يريدون الطاقة والغاز، خصوصا في هذه الأزمة مع الحرب في أوكرانيا. فالجزائر يجب أن تتصرف بذكاء في ضمان ما تحتاجه سوقها ومواطنوها. وسوق السيارات من أكثر الأسواق احتياجا إلى منتوجات جديدة، وأكيد فيات لإيطاليا لما تدخل راح تدير في الحساب اللي الجزائر قدمت امتيازات، حتى لا أقول تنازلات، للطرف الإيطالي في الطاقة والغاز، وبالتالي تنتظر أن ترد إيطاليا وشركة فيات بنفس الامتيازات بالنسبة للزبون الجزائري في اقتناء سيارة أو في اقتناء دراجة نارية مهما كان. نروحوا إلى ملف آخر يرتبط بالتطبيع. المرة اللي فاتت حكينا على الاتفاقيات العسكرية بين الجيش المغربي وجيش الاحتلال الصهيوني. البعض سألني: بالك من الأشقاء المغاربة عبر اليوتيوب ولا اش دخلك انت ديروا اتفاقيات؟ ولا في الجزائر ما كان ما دخلنا في الاتفاقيات العسكرية، بدليل كانت كاينة اتفاقيات مع بلدان أخرى مع جيش الاحتلال. المسألة الأخلاقية خلوها على جهة، ولكن عندما يأتي العدو على حدودي وتقول لي ما كان ما دخلك، آسف، هنا لا، هنا نهضروا على أساس أنه هذا العدو رقم واحد، عدو الأمة الذي يحتل أرضها المقدسة، بات على حدودنا والتعاون العسكري في مجالات خطيرة: الحرب الإلكترونية، الاستعلامات والاستخبارات، والدفاع الجوي. واش يعني ماذا تريدون أكثر من هذا؟ من مخاطر لا نتكلم عنها هنا في الجزائر. وأذكركم أن عشية زيارة وعقد اتفاقيات عسكرية ما بين المغرب وجيش الاحتلال كان هنالك مجلس أعلى للأمن عقد هنا في الجزائر. شيء منطقي وشيء مطلوب، بل بالعكس، لهذا جعلت المجالس الأعلى للأمن أن تنعقد عندما يكون هنالك خطر محدق بالبلد. والخطر الآن ليس جنودا يحتلون بلدك، وإنما مواقع إلكترونية، استعلامات، تقدر حتى طائرات الدرون ولا مهما كان هنالك يعني وسائل خطيرة تكنولوجية تشكل تهديدا أكثر من أن تحتل بلدا بالقوات البرية والبحرية كما كان شكل الحرب التقليدية. اليوم موقع ميدل إيست الفرنسي نشر تقريرا عن المغرب، يقول بأن المغرب اشترط، تعرفون بأن المغرب طبع مع الكيان الإسرائيلي، بصح حتى الآن لم يفتح المغرب سفارة في الكيان الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، يعني هذا هو الكلمات الصحيحة. الآن حتى الآن المغرب لم يفتح سفارة في تل أبيب بين قوسين. لماذا يا مغرب؟ لماذا يا مخزن لم تفتح سفارة في تل أبيب حتى الآن؟ ألم نوقع معاهدات وسلام ونستقبل من مسؤولين سياسيين، مسؤولين عسكريين؟ الشرط هو أن الكيان الإسرائيلي بأن الصحراء تابعة للمملكة المغربية. حتى الآن هنالك رفض داخلي، يعني شوفوا حتى دولة الاحتلال ترفض
الاعتراف بالاحتلال المغربي. اعطينا زميلي المخرج تقريبا باش ما يقولوش باللي راني نجيبها من راسي. كاين مقال صحفي خرج في ميدل ايست اليوم، هذا المقال يقول بانه هذا هو المقال ميدل ايست، يقول بانه المغرب يشترط اعتراف او دعم الكيان الإسرائيلي له في مسألة الصحراء من أجل فتح سفارة له في تل أبيب. فنتنياهو وش قال؟ بأنه سيزور المغرب في غضون أيام، يعني بلك في شهر أو شهرين، وأنه سوف يكلل زيارته إلى المغرب بأنه يعترف بالصحراء. فالمسألة تبدو فيها خلافات سياسية حتى الآن، والبعض يتساءل ماذا استفدتم من التطبيع؟ واش ربحتم من التطبيع؟ يعني إذا كان المغرب قد دخل أصلا هذا المسألة المسمى تطبيع معلن، لأنه كانت كاينة علاقات سرية بصح تطبيع سفارات واتفاقيات عسكرية وسياحة ومسرحيات وتعاقد على حتى أفلام وغيرها، ماذا ربحتم في نهاية المطاف؟ حتى هذه الدولة الوهمية المزروعة في جسد الأمة لا تريد أن تعترف لكم بمسألة مغربية الصحراء. هذا هو المقال. في هذا المقال كما قلت يقول بأن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون في أن الحكومة الجديدة ليس لديها أي مشكل في الاعتراف بأن الصحراء تابعة للمغرب، وقالوا بأن بنيامين نتنياهو سيزور المملكة خلال الأشهر المقبلة من أجل ذلك. نسيت حاجة مهمة، أنه هذا المقال منقول عن موقع إخباري أمريكي أكسيوس، موقع إخباري أمريكي اسمه أكسيوس، وهذا الموقع الإخباري أكسيوس هو الذي ذكر كل هذه التفاصيل اللي راح نرجع لها ونتكلم عنها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء في كلام مباشر. قبل الفاصل كنا نحكي على قضية التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني. المغرب حسب ميدل إيست آي الموقع بالفرنسية نقل عن موقع أمريكي يسمى أكسيوس، اشترط قبل فتح سفارة بلده، سفارة مغربية في تل أبيب، اشترط أن تعترف حكومة الاحتلال بأن الصحراء تابعة للمغرب، وهو الأمر الذي يبدو بأن حكومة نتنياهو مترددة فيه حتى الآن. لمناقشة الموضوع معي الدكتور رضوان بوهيدة الأستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية. دكتور مساء الخير، مرحبا بك. مساء الخير أخي قادة ومشاهدي شروق نيوز. أهلا بك. طيب قبل ما تكون معنا دكتور، أنا شرحت أن المغرب يشترط لفتح سفارة أن تعترف حكومة الاحتلال بسيطرتها على الصحراء، فهنالك تردد من جانب الاحتلال الصهيوني. كيف نصف هذا التردد وكيف نصف المطلب المغربي في الأساس؟ هل هو مقايضة في مقابل التطبيع، ابتزاز أم ماذا؟ الى هنا اخواني نكون قد وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب، هذا كيخلي الفيديو يوصل لاكبر عدد من المغاربه حول العالم. كذلك ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله هذا الاعلامي وتخوف النظام الجزائري من الخطوات الاستراتيجيه للمغرب واسرائيل. كذلك ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول، ونتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد. الى اللقاء.